بسم الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم البنات في نهار اليوم. وصفة أخرى بإذن الله للعيد إن شاء الله، وصفة من أروع ما يكون، طلبوها لي بزاف البنات. حلوة الريشة اللي راهي دايرة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشنو فيها تغيير راح يكون ممتاز. كمقادير واش عندي: نص كاس سكر رطب، نص كاس حلوة الترك، 3 ملاعق أكل جلجلان محمص، 3 ملاعق أكل كاوكاو يكون مرحي ومحمص مليح البنات، 2 صفار، ملعقة أكل كاكاو، ملعقة أكل مايزينا، 250 غرام زبدة، ملعقة قهوة تكون كبيرة تاع ديساغ، لافاني، ورشان تاع الملح. نبداو على بركة الله. نحطوا الزبدة تكون بحرارة الغرفة، نحطوا 2 صفار كذلك. الوصفة هذه البنات قلت لكم راهي دايرة ضجة، لكن أنا درت فيها تغيير وخرجت لي نتيجة ما شاء الله. ان شاء الله بك تجربوها وتبعثوا لي التطبيقات نتاعكم. حطيت رشه نتاع الملح ولافاني، حطيت حلوه الترك اللي هي نص كاس. راح تتسائلوا البنات هي لا تجي حلوه ولا ما تجيش حلوه. البنات نقول لكم الحلاوه تاعها معتدله، ما تخافوش كامل. نطلعوا الكريمه نتاعنا بالباتور. من الاحسن البنات كل مره نذكركم، كل مره لنجاح الصابلي البنات اعتمدوا على الباتور. طلعوا الكريمه تاعكم حتى يتغير اللون. وش راح نديروا؟ نحطوا ملعقه تاع اكل كاكاو، مايزينا، عندنا جلجلان، وعندنا الكاوكاو اللي قلت ونعاود البنات ونأكد يكون مرحي، ديجا يكون محمص مليح ومرحي تقريبا غبره. هنا تقريبا ربع ملعقه قهوه نتاع الخميره الحلوه والفارينه. نحركوا كامل المكونات حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. هنا بالكم البنات باسكو الكاكاو راهو ينشف العجينه. هنا شوفوا البنات، هنا راح نوريكم 3 الطوابع اللي كنت استعملتهم. شوفوا الاوفال واللي يكون اوفال عريض. هنا سقسيتوني شحال راهم يديروا 7000، وهذو تاع البلاستيك راهم يديروا 10000. يعني كل نوع لازم تجيبي الطابع تاعو باش تخرج النتيجه ممتازه. شوفوا البنات، انا جبت لكم عده اشكال، هادو كامل ب10000. هذا تاع بلاستيك يدير 5000 طابع، هذا مدور، ونتاع الانوكس يديروا ب7000. تاع الريشه كذلك شيت له الطابع نتاعو. هذا الاوفال ديجا كان عندي من قبل، هذا يعني هذا كان عندي ديجا، وزدت شريت هذاك تاع الريشه. يعني رحت واستعملت الطابع اللي كان عندي. نشعل الكوشه نتاعي راهي تسخن، نحكم العجينه تاعي، نفتحها ونطبع. راح تقولوا شيماء وراه التغيير البنات في العجينه راكم تشوفوا فيها الجلجلان وفيها الكاوكاو. هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه حتشوفوا الكريمه بعد ما كسلتها. هنا حطيتها على ورق الطهي نحطها تطيب. هذا الشكل الثاني. وشنو بك البنات، هذه العجينه كي تطيب ولا الحصابلي تاعنا كي يطيب ماذا بيكم ما تمسوش حتى يبرد تماما. نجو دوكا كريمه الزبده. كريمه الزبده عندي 125 غرام زبده اوبلين، هذه فيها بنه علامه. وشنو بك البنات اللي بعتوا لي في الانستغرام شحال شريتيها شيماء، دير 35000. حطيت معاها 3 ملاعق اكل سكر رطب، 3 ملاعق اكل زيت، ونبقى نطلع في الزبده نتاعي حتى اللون تاعها يزيد يولي بيض كتر وكتر. نحط الكاوكاو هذا اللي كنت ديجا وصيتكم عليه، قلت لكم الكاوكاو كي نحمصوه مليح ونرحوه متوسط والخشين نحتفظوا به، واللي يطيح من تحت عيني هذاك الغبره قلت لكم بلي راح نديروا به وصفه. وهذا هو النهار اللي راح نديروا به يا البنات. حطيت الكميه نتاع 3 ملاعق اكل كاوكاو. بعد ما كملت الكريمه نتاعي حطيتها في الثلاجه باش تزيد تشد روحها مليح. النوع الاول تاع صابلي واش درت له، راح ندير له شوكولا طالع لون ابيض. راح نكاسي هذه لا كولور بالشوكولا اولي. شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها على حمام مائي. تبقى تحركي بالفوي، من الاحسن البنات الفوي يساعدك خير وخير باش نتحصلوا على هذا الورود. وشنو الشوكولا نتاعي ما ندير لها حتى اضافات، لا زيت لا ماء. كي نحبوا نديروا هذو الاشكال ما نزيدوا حتى اضافات، نحطوها في الكونجيلاتور 5 دقائق تنشف. بعد ما الكريمه تاعي شدت روحها مليح
نعاود نولي نعمر الحلوى نتاعي. شوفوا الطريقه باش تجيكم الخدمه سهله، ونظمي برك روحك اختي العزيزه، ماشي راح تتعبي كامل. وشنو هنا الوصفتين هذو ولا هذه الحلوه هذه درتها في نهار واحد، طلعتها في نهار في ميم جوغ البنات. وشنو لا كونيكسيون عندي شويه عيانه ثقيله، صافي على يومين باش تطلع. يعني كل ما نجي ندير مونتاج فيديو ونطلعو يومين باش الفيديو تاعي يطلع. ما فهمتش الاشكال وين راه. نساوي الاطراف ونحي هذاك الزوائد، ونعاود نرجعها البنات الكونجيلاتور. علاش باش كي ندير الشوكولاته طالع تمتم البنات تشد. راكم تشوفوا الفائض اصلا ما كاش، راكم تشوفوا حاجه قليله برك، ميم الخدمه ما تعبكمش. وكذلك الفائض هذاك تاع الزبده اللي تكون نسات ما نحاتوش حيخرج لها، صافي نتفاداو هذاك الشيء. النوع الثاني راح نلصقوا بطوفيه كراميل، كنت خدمتها معكم ديجا. عاودوا رجعوا البنات الفيديوهات السابقه راح تصيبوا كيفاش خدمناها. بعد ما لصقتها كامل، راح الشوكولا نتاعنا بالحليب ذوبتها وزدت لها كميه تاع الزيت. في كل 250 غرام تاع شوكولا نديرو 3 مغارف زيت وكميه تاع الماء، حتى تشوفيها خففت معاك ودارت لك هذاك اللمعان. نورمالمون هذه راكم تعرفوها وتعودتوا عليها في فيديوهاتي اللي فاتت. هنا البنات باش ينجح معك هذا الصابلي ولا هذه الطريقه، خلي الشوكولاته تاعك ما تكون ناشفه مليح، ما تكون يعني تكون البنات فهموني برك، ما تكونش ناشفه بزاف وما تكونش شايحه، تكون شويه شويه. يعني كي تحطي يدك تحسي بلي الشوكولاته تاعك ما نشفتش مليح، تبقى حاجه قليله، ومن بعد رشي عليها هذاك الكاكاو. جسباغ فهمتوني البنات. سينو طير لكم البنات الا خليتوا الشوكولاته تاعكم نشفت مليح راح يطير لكم هذاك الكاكاو. واش راح نديروا دوكا؟ نجو الملمع الغذائي. هنا درت غبره الملمع الغذائي ودرت لها ليكيد نتاعها حتى نتحصل على هذا اللمعان. هنا اللي عندها فرشه الاسنان تخدم بها من الاحسن. انا صراحه البنات كانت عندي بصح والله ما فهمت وين راحت لي، درت بهذا البانسو غلبني شويه بصح النتيجه خرجت لي ممتازه. شوفوا البنات كيفاش خرج لي ما شاء الله، صدقوني يا البنات البنه ما نحكي لكمش. ان شاء الله بك تجربوها وتبعثوا لي التطبيقات ونشوف. وكل مره نقول لكم البنات دعوه الخير برك، ما تنساوش الاطراف برك البنات، حكموا برك البانسو حاجه خفيفه ساير داير ولصقيها شويه شوكولا. هذا مكان هذه الشكل الاول راكم تشوفوا فيه. شوفوا كيفاش خرج علامه ما شاء الله. البنه كيما قلت لكم البنات والله غير ما شاء الله، وما تندموش. ان شاء الله باك ديروها في العيد وراح الطابله نتاعكم راح تبان يعني علامه. الشكل الثاني تاع الريشه كيما راكم تشوفوا اللي درت فيه تغيير، وان شاء الله كذلك راح يعجبكم البنات. اللي طلبوا مني الوصفه يعني لبيت لكم الرغبه، ان شاء الله برك يكون التفاعل مليح والبارطاج اللي جا من البنات. ما تنساوش التعليقات هذيك اللي تزيد ترفع المورال. هذه هي الريشه تاعنا نهار اليوم البنات، وحلوه نهار اليوم. شوفوا كيفاش خرجت، شهيدكم ان شاء الله في الجنه. كاين بك واحد المشتركه يعني جزاها الله كل خير، هاديه مامي، نتمنى اني لبيت الرغبه تاعك. شوفي هذه الحلوه هذه خصيصا ليك والبنات اللي طلبوها مني، ربي يوفقكم ان شاء الله. نشوفوا الشكل الثاني خرجت لي علامه البنات، صدقوني ونفرح البنات الا درتوا تطبيقات وبعثوهم لي هكا البنات. هذا هو الشكل النهائي. والوصفه الثالثه في الوصفات القادمه ان شاء الله. دمتم اوفياء. سلام.